بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ميكروفون سماعي. عليك سلام. أيوة صراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نواصل الدرس بعنوان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند السجود، كيف نسجد وكيفية السجود، فذكرنا أن تجافي بالعضدين على الجنبين وبالبطن عن الفخذين وبالفخذين عن الساقين لنا ذكرنا يوم داونا انتدعى نبيننا لنا انتاكن قبرو كنكفتو حتى إلنا النبي عليه الصلاة والسلام نشتي انسسا محس عبيدهم سقاب حلف بل تي تشتشم سقاب زرعي يبلو صحابة انتاي قبرو نيرم يبالغو نيرم عبتي ناي سجود إدم يخفتوا نيرم. إذا قلنا انتايلنا أبدأ نبين خلقا ويكا بوتان تلكا اختقبرو ولكن مسجمع عن تخنكا الأفضل انتا يخون أفضل انتا يخون ألا تفعل ذلك من انتا تجير الناتكاخي تعزي إلنا بسجود متنا دحرين يقول ويفرق ركبتيه، يعني لا يدم ركبتيه بعضهما إلى بعض بل يفرقهما. وأما القدمان فقد اختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء من يقول يفرق قدميه أيضا لأن القدمين تابعا للساقين والركبتين، فإذا كانت السنة تفرق ركبتين فلتكن السنة أيضا تفرق القدمين، حتى أن بعد الفقهاء رحمهم الله قد روا ذلك بأن يكون بينهما مقدار الشبر بالتفريق، ولكن الذي يظهر من السنة أن القدمين تكونان مرصوصتين، يعني يرسي القدمين بعضهما ببعض. يقول شيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله أب سجودهم كلنا اتقرناتنا كفالالي يبلو علماء كفالالي لك خمسة أطويلنا يزنبرنا أمونغو شبر بوتا هجي تطوخ بالكلنا بقيام أمونغو كلت أقرنا مسافة خمس نورمال تطون نبلو كهلو ولو ويلنا نيرنا بزح مبالغ زي مقبار كمز نورمال تطبلو كمو أب سجود كمو يكون تقرنا سجود كنقبرن كلنا، ولكن حدا انتاي الرأي تي جيجات هذا الرأي
أكنت إجري أصابعتي انتي زخون انتي كبالي أجري أصابعتي يا كتكل نعم أكنت تكل كدكس يبولون آخر تكل الله أب سجود انكلنا أب سجود انكلنا كفلالي اللوت إجري بعد العلماء كفلالي اللوت لك كمتي تقطو زبلنايو أب سجود انكلنا إجريناتنا أمنتاي بوتو بعد العلماء انتاي لهم كمتي تقطو يلنا أب قيام زنبرنايو ديفرنس أب كلته أب يمانين أب سقامن ديفرنس كم زلوا أب سجود كأخوم ديفرنس يهلوا ولكن ينال شيخ ابن عثيمين رحمه الله لا كل عقب اللوي بالشيخ ابن عثيمين كل عقب اللو أب سجودين عندنا أب سجود مسمى أنا قارنا كلتيو انتاي خونا اللو كل عقب اللوي بلو انتاي دليلهم شيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله يقول مرصوصتين يعني يرصي قدمين بعضهما ببعض كما في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على قدميه وهو ساجد ستنا عائشة رضي الله عنها نبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل كقبرو أفراش كله أبعارات كله مسده سسأم مسأنأم دحراي الماتيو كم زلومي كونن مبرهة خبرهاي كألن اجرن جنتي أجزء تسباب سلزنا برد كابتن زقسوه بوتا ورد إلن دهسسكو يبلا مس دهسسكو إيدي أبن تاي وديو إلن أب إجرينا النبي عليه الصلاة والسلام أب كلتين هجر أبدي حادث زي أن تاي وزدو أب سجود كله النبي عليه الصلاة والسلام كلت إجرم تاي نيرو إلا جب نيرو ده مسألة واضح أب سجود لنا تقلت إجرنا انتاي خونا له يا أكندخمو كلا جب له هذا من السنة هذا من السنة لأنه ستنا عايشة تايلن أب كلتيو تلاقيهم كله إجرم إيدي ودي رخيبه ويبلع يتكل كمتي يعني بسجود لنا إتعصابتنا نعم كيف بسجود انت تعلقات اجري كم زخونا له ناي صابعت اجري نعم يا كدقس يقولون يا نورمالي يا خمو خونا له نعم تكلم له نعم هجي امونغو خلت ديفرنس زلون اجر انت خونا له كلا قبل له من السنه بعض العلماء لا لازيله كم زلوا نورمال كقدف له على ذلك على كل سنه ختم تدعدلها وهذا قول شيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله انتهى يبلو كلتي وكلا قبل له يبلو لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها واليد الواحدة لا تقع على القدمين زيت دليلنا تمحجين حانتي إيدي مسدد كسيلا ستنا عائشة أبكلت إجرم حاسسي لس رخيبة يوم حاجة حانتي إيد انت سريدك انت دا كلتي ديفرنس اللو أمونغو أب حانتي إجري أخذ ودغ تحز تقبع ولكن ستنا عائشة إيدي مسددكو أبكلت إجرم إيدي انتاي كوينو وقع نعم لا تقع على القدم إلا حالة راس وقد جاء ذلك أيضا في صحيح ابن خزيمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسي قدميه الزخان يلا حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام أب سجود كله تقرم كلتي وانت قبرون يرم يلا قبرون يرم كلتيو يلا قبرون يرم أب سجود كلنا من السنة اقرغا ختلا قبر وعلى هذا فالسنة في القدمين هو التراس بخلاف الركبتين واليدين بخلاف الركبتين واليدين أما ركبة انتهي ركبة بركي خلاقة بيقولون بركي انتهي خونا له كفلا له هذا السيم تايم كأني إيد كا كفلا له كلتي بحاده خون يقولون أما قدمين كلتيو كلاقب اللو هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم
ولم يذكر المؤلف رحمه الله هنا أين يكون محل اليدين، ولكنه ذكره في أول باب صفة الصلاة حين قال يرفع يديه حد منكبيه كالسجود. لم يذكر المؤلف، يقول شيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله، تبوتانا إيد أب سجود كلنا أبي يدخون بوتانا سجود كون كلنا أبي يدخون بوتو. كلتا أوبشنال لنا قدامي يكون موضع اليدين على رحمك الله على حذاء المنكبين، وإن شاء قدمهما وجعلهما على الحذاء الجبهة أو فروع الأذنين. كلتا أوبشنال لنا تإيدنا خون زلوا أب سجود حادة أمونغو منكبنا كم ترك أب قيام تكبيرة الإحرام كنقبر كلنا إيدنا أب منكبين ويكا طرف الأذنين زبلنا إذا لك أب سجود كلنا أب كلتا كنقبرو انتايو يجوز حادة لك أبتي منكبنا أب سجود نازلنا تإيد ناتنا سجود كتقبرن كلها إذا منكب كامش تحتيو تقبر مالك نوعو انتاي لعلي ابتي لكا ناي بوتا ناي منكبكا اتيدكا اب تحتي ام مريت ايدكا يخون. انت دلينا خاني لعل نبل لعلنا اب تحتنا اذننا ويكا قصكا ام منغو اتيخا مالك قصكا ام منغو اتيخا ويكا اتي تحت اذنخا خركب. سلازي حاري ام منكب كالايكا لعليلكا اتقا تحتي اذنها ختقبرو ازي اب سجود ايد ابي بوتو نزبل حتى اب سجود كلنا ايد ابي يزكون نزبل حتى، لان كل هذا مما جاءت به السنه، فلو ان يجعلهما على حد منكبيه وله ان يقدمهما حتى تكون حد جبهتيه وانفه. امونغو اذنون امونغو قصون كقبرو يخيلي ويكا امونغو تقام منكوبو زلو بوتا. مفهوم مش؟ نعم. ولكن ماذا يصنع لو طال السجود بأن كان خلف إمام يطيل السجود؟ هل يضع ذراعيه على الأرض يتكي على الأرض حتى يمت هذا جيزي قيام الليل نوي يحتسد له جيزي انتدى دخيمنا هل تقداونا بتنبلو تداونا كمزي نفرشو خمزي يعني ناي كلبي الدقاقسا خدكم كله سب يرأي بل كيدا خمو خلو قلق ساعد مفلات زي مفلات كم جيرم سجود زقبرو اللو. هذا منهي هاي فكرني إدنا مولو بمولو انت هتقبر كمزي ناي كلبي الدقاقسا غير كا سجود كتقبر. نقول لا يتكئ على الأرض. نعم ملو إذا وناس عزيرة دلو كم زجركا سجود كتقبر، هذا منهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي عليه الصلاة والسلام كالكلام عن ذلك، قال لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. كم زي كلبي الدقاقسا غيرو زقبر كم غيركم انتهي تكبروا أب سجود كم غيركم سجود تكبروا. لكن قال العلماء رحمهم الله يعتمد على ركبتيه، يعني يضع طرف المرفق على الركبة إذا شق عليه طول السجود. انت دا دخيمك سجود انت دا نويحو أب مأموم اللخا انت هتقبر تخيلخا ممكن اتي ناتكا مرفق ناتكا أب بركي أب سلفكا انت كتقبر كتدقف تخيل. أما ملو بملو إيدكا كمناي كلب غيركا أب سجود كتقبر، هذا إيش؟ هذا لا يجوز. إذي مسجمعان تدع اللخائي بينك أنت اللخا كومو سقع تبتصح يتسجد، بينك أنت اللخا سقع كومو تدكم يتسجد، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بدا حديث مسموع سوسي جمد تلتلو ريام تايز حبلي لهم تايز جمدي لهم صحادته زي ناي رقياي ناي قوالكمي انتدى دخيماسي تتعلق مصدقمتك سجدان كلواسي انتهي قبرة
نافت جمد الحزام سقابكم عينة الدخاخمة يسجد نيرا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطعه إذا قروط ويلو انتهيو أيوة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سقعهم تبتصح هاي تسجد سقعهم تبتصح هاي تسجد النبي عليه الصلاة والسلام انتهيلهم سقاب تبلون تزاربون انت داري تفلت كانك هذا طوالي تسي كان تحت قبري زلك كتسجد كدك أسيد لك سلازي إذا مسألة زين تين رئالنا انت دا مأموم الله إمام قال عليك السجود ممكن تتكي إيش على فخذيك ولكن لا تفرش اليد كما يتفرش إيش الكلب يقول في حال السجود سبحان ربي الأعلى وقد مر علينا معنى التسبيح وما الذي يسبح الله عنه أي ينزه عنه أب سجود مسمت أنا انتهي نبل سبحان ربي الأعلى وأما قوله ربي الأعلى دون أن يقول ربي العظيم لأن ذكر العلو والله هنا أنسب من الذكر العظمة ولأن الإنسان الآن أنزل ما يكون لذا كان من المناسب أن يثني على الله بالعلو سبحان ربي الأعلى نبل أب سجود كلنا انتهي مناسب ناتو تربي قويتنا سبحان الله لعلي زخني لعلي بوتو بيتي سيفاناتون بيتي ذاتناتون أب لعلي زخني بوتون أنا أبتزع تحت مريت تي تحتي مريت سجود كجبر كله الله سبحانه وتعالى خاء ناتو مناسب إذا ذكر زي لعلي بمهلاو سبحان ربي الأعلى سبحان تنزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص سبحان ربي الأعلى قام قدولو نتأ زخنة كامل زخنة قويتانا قدلت زي بلو بوتون صفاناتون تباياتون ملو زخنة لعلي زخنة إلك سبحان ربي الأعلى من السنة نعم لذا كان المناسب أن يثني على الله بالعلو ونظر إلى الحكمة والمناسبة في هذا الأمور الله سبحانه وتعالى العليم خانو انتهي كل ما إنسان على أب سفر صحابة رضوان الله تعالى عليهم خاصة أب أيرن تدعى تسغلنا ويا مقشان تدعى لنا ويا إليفيتر سبحان الله إذا كل أجري سئلنا نحلفه لعلكم كيف كلنا من السنة أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لأن كل ما علوت تذكر الله سبحانه وتعالى هو الأكبر لأن لا تغتر لعلم زغدك نفسك انت كيس معك كبرت كيس معك لا كبخان لعلي الله سبحانه وتعالى حدا بلاسوتات أتزل لنا يوم هاجر ويكاب كان المستقيد كتر يوم كلها يعني سبحان الله كميم صريحهم نمج أرشا تكنولوجي بتصيحهم إلكا يعني أنت تكبر مور ديتيل استعتو تناي ودسب بصرحه معركة دي عبي نجر مخانو أبحن قلنا يمتعنا ونزاربو ديلي لايف نقبرئي ولكن بالعكس إذا عينت عاب نجر مستري وإلى علم مستسقل اللي بيت مستقبر من السنة أن تقول إيش الله أكبر لأنه الله هو الذي أكبر من كل شيء الله سبحانه وتعالى إلا علي زخونا هذا عاركي مكينة سكيلو نسي انتايلو ده مكينة انتايني راه همريا عباية كم زيها هبتام عباية مكينة مستسقل ناس انتايلو درايف كقبر كله زي مكينة سي خلاص يعني يقول you know I reached that level خلاص high level يعني يتكبر نفسيات متعني له أسلامه سبحان الله قن أيفلتني قن أوتوماتيكالي موتو عباي مكينة هذا اللي وصل يعني مش سكالهم كله سي خلاص نتين ناقشتو كم زي لي رينا أنا لعلي هذا اللي خلاص سلازي الله أكبر لعلي كنبتصح كلنا اللي بيت كنقبر كلنا طيارة نسكال كلنا الله أكبر من السنة كل ما انهدنا تحت خدنا
تحت وردنا سبحان الله انتي نبل سبحان الله نبل لأنه اتقولت ناي موراد نتحت مخاد قولت نديو اتقولت كأن ربي سلا زي ملكته سبحان الله نبل هذا من السنة هذا من السنة كل جزء اللي بيتر كنوصن كلنا سبي لنا مسانا إذن تدا فريدنا كل جزء انتهى لنا أجر لنا نعم إذا علوا شيئا كبروا وإذا هبطوا واديا سبحوا لماذا؟ لأن الإنسان إذا علا وارتفع قد يتعاظم في نفسه ويتكبر ويعلو فناسب أن يقول الله أكبر يقول الشيخ رحمه الله كما ذكرنا ليذكر نفسه بالكبرياء الله عز وجل أما إذا نزل فإن النزول لا شك أنه نقص فكان ذكر التسبيح أولى لتنزيه الله عز وجل عن النقص الذي كنت فيه الآن فكان هذا من المناسب أن الإنسان يذكر نفسه بما هو أعلى منها نعم كم زعينت خمزي لعلكم كيد كلنا الله أكبر مبال كنورد كلنا سبحان الله مبال كم زعينت إكزامبل قال من النبي عليه الصلاة والسلام من السنة النبي صلى الله عليه وسلم انتين يرم إذا رأى شيئا يعجبه من الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة النبي عليه الصلاة والسلام دزب لهم تمنيو عب نجر مستري موقع نسقى زي بس حكايو كتبصحهم بزح تسفى زي تقبر له مثلا عبي جزا maybe عباي ماكينة بزنات نازل له ستاندرد يعني مستري زي دعاء تقبر لبيك إن العيش عيش الآخرة تي حقنيا هيوت نابرا ني آخرة أما نابرا ني الدنيا زائل لو من لك صباح يبلك صباح جا بالا صلى من قد قاد مريت متيا تفرسا هبتا مالو يدك سلازي حقيقة العيش النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة لبيك بتزل خايو انتايو محقواس بتزل خايو ساتسفاي مخان إذا مس الوكام نفسها يودكا سبحان الله اتي مقرتنا لايف تري مالتي كل جيزي ود سب أب الدنيا لعليو انت داريو انت عايز قون حمام يزدرفو حمام أكله خندز يقبر أكله بزينبر أكله خمزي أماكينو إلا قال خلاص يعني حوي وأبلبو حوي وزأقود أما في الدنيا انتاي كن ريال لنا تحتنا مالت ود شريف يزل له سبات كنذكر أبعدنا زل له سبات كنذكر كندي ماي تشجر وصومال أبزوان زي عبي نيو زلو سبات كساتيو مايسي كساتيو زي كولولو السو مستذكر سبحان الله سغا نقوس يكون كان يعني سبحان الله لعلي نقوس تملك الدنيا بأزافيرها جن معس نتاخ نذكر لنا تحتنا نذكر لنا تحتنا من ذكر زلنايو لايف نتاي نخون نستماقرو تزلنايو لايف نشكر الله سبحانه وتعالى أما اللي علينا انت دارينا خمس بالكو انتاي ترفلنا انشعال النار في القلب أما في الدين ننظر أعلانا هذا الدين خون كله ما شاء الله أنس قيام الليل اللي تحوي قيام الليل بالليل الصدقة دوصوص أنا بالليل لعلى خاطري أبدين مطلوبي علم اللو رب أنا علمك هبني لعليك خيد اندابلك أبدين لعلى خاطري أب الدنيا تحت خاطري إذا بالانس مستقبر إذا لايف نات كان تخون إذا لايف نات كا مقارات يقبرلك مقارات يعني انتهي يقول شيخ الإمام الشافعي رحمه الله ليس الغنى غنى المال ولكن الغنى غنى النفس هبت مالت زبهال هبتام مالت هبتام ناي جنزب هيكونن هبتام ناي نبرت هيكونن ود سب لبوي هبتام لبو انت دا ساتسفاي كوينو وتزلو نجر حقوس انت دا خوينو وسوي هبتراتو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول من نهجه إذا رأى أن يعجبه
شيئا لبيك إن العيش عيش الآخرة زي الدنيا زي لايف ناتنا يكونن إنما الريل لايف انتايو أب آخرة. المهم أن الإنسان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى يبل أب سجود مثبت أنا نمنتاي عزمنا ربي أعلى مخانو الله سبحانه وتعالى اتناتنا تحتي مخان نربقن الله سبحانه وتعالى لعلى مخانو نذكر. نعم يقول ما المراد بالعلو؟ العلو المكان أم علو الصفة؟ ربي الأعلى نبل نكلنا سينتاي مالتنا أيوه. هل رب سبحانه وتعالى بناتو جل جلاله أبلع علو ويستناتو تأبياتي لعلي من تاي بزحات جماعات أسلامت يوم رب سبحانه وتعالى ابتزات ناتو زختلفوا له أمور عقدية زخونة بزحات جماعات تفاء نمنتاي كنزبط على ويكاني أهل السنة والجماعة زمتولنا زقربلنا على فهم السلف الصالح الله سبحانه وتعالى انتايو العلي في ذاته وصفاته زيناتنا أمنت الله سبحانه وتعالى لعلي بالذات ناتو أبلع له وكذلك اتناتو صفاء زل علي. هذا هو عقيدتنا أهل السنة والجماعة يشمل الأمرين جميعا وهذا متفق عليه في فطر الناس. زقرم نقر يقول الشيخ ابن عثيمين زقرم نقر فطرة هذا سبع علمي زي بلو دعاء قبرن كله إيدو نلع نابيو ندعو حاتيتو نمني خا دعاء تقبر زلخا أبي زلو تقوي تخان تيلكايو انتاي زبلكا لعلي زبلكا سبحان الله التفيد رايزي انت دا سنبيدو ويكا جالبان لو تا جالبان مستنقط قطتهم نابيهم ايدهم حفظ بلو نابيهم دعاء زقبرو نلعلي يا الله دعاء قبر كل سب يا الله يلو نلعلي زقبر سلازي اذا فطره انتاي غيراتو انتاي تتفق ان الله سبحانه وتعالى علي بذاته. ويقول وهذا متفق عليه في فطرة الناس إلا من اجتالاته الشياطين عن فطرته فإن علو الله عز وجل علو الذات إلا الشيطان زقاقيو الله سبحانه وتعالى بعد التصوف الله سبحانه وتعالى في كل مكان زبلو عقيدة خطأ زخونة جيجا زخونة الله سبحانه وتعالى أبلع علي زخونة نسون ناتو صفان لعلي زخونة زي عقيدة أهل السنة والجماعة. ماذا تريد بقول سبحان ربي الأعلى؟ نعم وجل علو الذات أمر مفطور عليه الخلق. لو أنك قلت للعامي ماذا تريد بقولك سبحان ربي الأعلى لقال علو الذات ولا يدري عن علو الصفة ومع ذلك فقد أنكر علوه في ذاته من أنكر ممن يستقبلون قبلتنا ولا شك أنهم خالفوا الكتاب والسنة وإجماع السلف. كم زبالكوا أهل السنة والجماعة سلفنا الصالح اتفقوا الله سبحانه وتعالى علي بذاته وصفاته أبلا علي زغوانا قويتا بتت أبايناتون بتزاتناتون لعلي زلو جل جلاله من الإقرار به. فهم عندما يصيبهم شيء يندهشون منه بسرعة فأين تنصرف قلوبهم؟ تنصرف إلى السماء إلى علوه. انت دا شجر رخيبنا انت دا شجر متيكا نابي خاتبل نلعلي خاتري سلازي إذا فطرة اتفقته الله سبحانه وتعالى علو بذاته وصفاته مخانو يرقاق لنا. وهم يقفون بعرفة يدعون الله فهل يرفعون أيديهم أم ينزلونه إلى الأرض؟ أب عرفة سب مسكده سبات دعاء قبرو خلو نابيهم دارأيو ويكان نابيهم دعاء قبرو لا شك نسمين دارأيو. سلازي الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام انتهى لما نتابع باريا مسمتهم أين الله مسبلوا انتهى إلى الله في السماء السماء يزلوا إلى
دحار انتهي لما النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها أظن مؤمنة في الحديث أو مسلمة. اعتقها انتهي نتقابل الله زيا باريا زيا فليتا حديثهم ما أبي رب دلهم سبولوا انتهي لاتهم الله إيش في السماء. ومن العجيب أنهم يرفعون أيديهم ويدعون أن الله في الأرض، نسأل الله العافية. المهم أننا نشعر في قلوبنا سبحان ربي الأعلى أبلبنا الله سبحانه وتعالى لعلي زخوني، أن الله عليم في ذاته وعالي في صفاته، بل هو أعلى من كل شيء. والله تعالى وصف نفسه أحيانا بالأعلى وأحيانا بالعلي. الله سبحانه وتعالى لعلي زخوني بذاتناته بصفاناته بطبيناته قاوبل زلعل نجر زي اللي الله سبحانه وتعالى أبسجدنا انتهي نبل سبحان ربي الأعلى. نعم. في قول المؤلف ويقول سبحان ربي الأعلى، قد ذكرنا في أول الباب صفة الصلاة أنه لا بد من أن يسمع الإنسان نفسه في كل قول واجب، وذكرنا أن القول الراجع أن ذلك ليس بالشرط. سبحان ربي الأعلى ختبل أب سجود كاللقاء من سبكة السمع، لا هذا ليس بالشرط، إنما تحريك اللسان. تحريك اللسان من الحسناء خنن قساقس يزلنا نبر عاولنا توشيش كنقبر كنربش، لا هذا ليس بالشرط، ليس بالشرط. ولا نفس حركة السمع كمان إيش ليس بالشرط، إنما إيش تحرك اللسان. تحرك اللسان انت تقبر من الحسكة سبحان ربي الأعلى. كتب المبر هذا حد أحواتنا سبحان الله كنت تسجد كاللخاء يسمعوا يعني سبحان الله يقروا يعني مش وسبحان ربي العظيم كم لقوا لو عاولهم يسمع يعني. نكتة خلنا نقرأكم يعني حد شيخنا أبي إثيوبيا قوموا أبي إثيوبيا سبحان الله قال لهم كم زعينة تعيشون كم زعينة فقه لهم قد سمعوا لك تتبلو ولا ما ممكن لك حجيت سبعي دا انتاي لهم الشيخنا سي تمچو خلكم ابزي غزانا سي كل غيزي مساهم الله ጩሩ تمص يلو ጩሩ لا تمص ابزي غزا اره لجي انت ودي ጩሩ يكونتن اني سجد كلكو سي بسم الله بس كلو كلو سي ጩሩ خينا تسمعوت ودي نو لذي انا سي ودي انا كونكو ጩሩ يكونتن اني ايه نو اب انتايو اب سلة السرية يسمع تيزو بالوما. سلازي ليس بواجب، ليس بواجب انتاي كنقبر اتي اذكار نبلو كنسمعه، اتي اذكار نبلو كنسمعه سر، ولكن بتحريك اللسان. لساننا اثنان انتاي كونا له هنقصاقص له سبحان ربي الأعلى. ولم يذكر المؤلف كم مرة يقولها، ولم يذكر هل يذكر معها غيرها. كندي زين بل الواجب أن تقول حنتي سبحان ربي الأعلى واجب كنا مالتي جزاك الله خير. حنت غنبل واجبي أكثر من مرة انتايو سنة سبحان ربي الأعلى حنتي واجب. سلازي أكثر من واحدة انت يخوننا سنة. سلازي حنت انت نعيلك أو خلي حنت سبحان ربي الأعلى مستقدف جن انت كتمت لك سجود السهو، سجود السهو. سلازي سبحان ربي الأعلى مبال أب سجود كلنا حنت واجبي كاب حنتن الأعلى مبال سلسته حمشته شوعته سنة. سنة مستحبة ولا؟ نعم إذا قلنا سنة نعم. ممكن إذا ترك الإنسان يعني لا يؤثر في صلاته، لا يؤثر في صلاته، ولكن كل الأفضل أن يأتي الإنسان بسنن الصلاة. أبزي ذكر زي كالي انتي نبلو نقر له كالي نبلو سبوح قدوس رب الملائكة والروح أب سجود كلنا كالي مسودعنا سبحان ربي الأعلى مسودعنا انتي نبل سبوح قدوس رب الملائكة والروح وقع سبحانك اللهم بحمدك
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إذا كل زي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكا دعاء زمتعلك دعاء زمتعلك زدلخا ولا بقانقا زدلخا تريو تفلتو دعاء تقبر هذا إيش كله جائز كله جائز يرفع رأسه وما يتبعه من اليدين مكبرا حال من فعل يرفع وعلى هذا فيكون التكبير في حال الرفع لأن هذا التكبير تكبير الانتقال وتكبيرات الانتقالات كلها تكون ما بين الركنين لا يبدأ بهما قبل ولا يؤخرها إلى ما بعد لأنه إن بدأها من قبل أدخلها على أذكار الركن الذي انتقل منه الله أكبر كنبل نكلنا سبحان ربي الأعلى لنا سبح قدوس رب الملائكة والروح لنا ناب ندقنا كاب سجود ودينا ناب جلوس بين سجدتين كن منسن كلنا انتاي كنقبر لنا الله أكبر كنبل لنا الله أكبر كنبل نكلنا أمونغو نبلو نمنتاي كاب حدا ركن ناب حدا ركن دم حلال فالناس لزخونه دونجينا عينبل ويكاني قدميت ركن مودعنا عينبل أمنتاي كون اللو after action كنقبرون كلنا الله أكبر كنبل لنا نعم أبو الله أكبر كنبل لنا سلازي الله أكبر بهاللو بوتا معاسيو أبتي مسودة أخا سبحان ربي الأعلى سلستيلك تحردوا عند حرقيرك ناب جلسة من سنك لك أبتي أمونغو زولو بوتا الله أكبر نبل مالتي نعم فقال يعني بعد السجدة الأولى مفترشا يساره يعني جاعلا لها كفراش أبزي بوتازي قفك نبلن كلنا أب بين سجدتين زلو سجدة قفك نبلن كلنا كمي عينت جرنا قف نبل كمي عينت جرنا قف نبل ازي جلسة زي ويكا قف أباهلا انتي تباهلي تسوع جلسة الفراش فراش أبز حلفة درسي نتي مجرشة قف أباهلا نقبرو السنتاي بهال التورك يزبهال السو إزي أمونغو ويكا أب كلتة أب تشهد قف كنبلن كلنا ويكا أب بين سجدتين زولو سجدة قف كنبلن كلنا تفرش بهال تفرش مال انتايو تاتسقامي تقرنا قف نبللا كم تيا نورمال كل سبز قبرة تيا تسقامي تقرنا انتاي تخونلنا كفراش فراش دبهال انتايو مستند صفه سب قف يبللو مش سلازي تسقامي تقرنا انتاي نقبرة فراش ناي قف مبهليتنا نقبرة ازي تفرش بهال كم زي عينت كيرنا قف نبل كم زي كيرنا قف نبل نعم كله كرنا لنا نوسخ ولا ليزيلو لا أبزي جلسازي يقول الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله رأي اللوم ناتهم انتايبلو إيدو لقع كمزي أب تشهد كوف نبلو كومو جيرو خوف كبل اللو يبلو إذي كم خلاف بين أهل العلم شيخ ابن عثيمين رحمه الله بزح أبزي فليز بلي كاب ماجوريتي علماء خافت فتوى ناتهم وسدنايا ويكادرانايا انتهى يبلو أبزي سجدتين أمونغو سجدتين زلا خوف أباهلا لقع كمتي أبتي خالق صلاة خوف نبلو اتي إيدو تساقاما إيدو أبسلفو جيرو اتي يماناي إيدو خاني أبسلفو جيرو ولكن اتي السبابة ناتو يوتايو لك عم تشهد كم نقبرو مالتي لك عم تشهد كم نقبرو كم يقبرو يبلو حجز بوتا زقن أبيو أمونغو سجدتين إذي نادر كتري مالتي بس أنا يجوالي من تاي بزح سبع يقبروني
majority. ولكن شيخ ابن عثيمين انتهى يبلو لا النبي عليه الصلاة والسلام عامي تحديث زمت ايه كم زي عينت غيركم كوفا باهلا اب ملو صلاة يسلازي سبيسيفيك سلقا بيلي إذا خوفا باهلا أنا يتشهد خوفا باهلا سلازو خونه اتي خوفا باهلا أنا لك كم تشهد خوني لهم كم زي عينت إسرائيل لو على كلين انت كم تي خوفا باهلا أنا نورمال نقبره السوخاء حديث له في بعض الروايات النبي عليه الصلاة والسلام كم زي يتشهد خوف نبلو اتسبابا ناتنا نوت قالو التشهد راح يزبل لفظ له سلازي بو يخدو ماجورة علماء ولكن قل سبات مسنرئي علمي كل جيزة نوريو انت يكون كونا يقبعنا سربرايز كن كونا يقبعنا لأنه هذا قول وارد هذا قول وارد أمنغو سجدتين دلو تداوم ناتهم كأنهم إيش دعاء زقبروا له أو هم يقبروا نعم وهذا قول الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله أبزي جلسة زي دعاء نقبر أبزي جلسة زي دعاء نقبر ذكر متي زلو أمونغو سجدتين دعاء زقبر له النبي عليه الصلاة والسلام انتايلم رب اغفر لي يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أبزي أمونغو سجدتين زلو قف مسبلنا انتاي نبل رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وسكت عما سواه فاقتصر رحمه الله على الواجب ولكن الصحيح أن يقول كل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا راح يكون المتي زلو ذكر أمونغو سجدتين قال انتهي متي له رب اغفر لي وارحمني وعافيني واهدني وارزقني أو اجبرني بدل ارزقني وإن شاء جمع بينهما لأن المقام مقام الدعاء ربي اغفر لي وارحمني وعافيني واهدني وارزقني أو أجبرني أو أرزقني إذا خا وريد له نبي عليه الصلاة والسلام زبلوز نبرو سلازي ربي اغفر لي انت دعيلنا أخوليو ويكا ربي اغفر لي وارحمني وعافيني واهديني وارزقني وأجبرني بدل أرزقني انت دعيلنا خا أخولي ويكا خلتيو نبلو ويحاديو يكفي المغفرة هي ستر الذنب والعفو عنه مغفرة مالت انتايو مغفرة رب محتاج رب سبحانه وتعالى رب اغفر لي خنبلهم كلنا انتاي مالتيو مغفرة مالت الستر الذنب والعفو عنه تزقبرنا يو قدلت تزقبرنا يو سحتت تزقبرنا يو طفأت الله سبحانه وتعالى انتاي كقبرلنا كابر كقبرلنا مستور كقبرلنا مستور كينو خاني كسامحنا ويكاني كدمسسلنا إذي مغفرة مالت تستقبري قدلت تستقبري انتاي ذنب انتاي الله سبحانه وتعالى ان يقطيه عرب اللغة انتاي مالتيو مأخوذة من المغفر مغفر مالت أب اللغة العربية أب حرب ناي قدم وقع انتاي يخدونو نيرم أب رؤسهم كمزي حاتين هلمت قلنا جي هاي كالا خلال كاني خمسين بس هلمت حاتين تسرح هلمت نعم هلمت رايت هلمت بحاتين تسرحه المغفر يبهال مغفر مالت حجي يشفنا كمالته المغفرة مغفرة حجي تجبر وانجلسي الله سبحانه وتعالى انتي كجبرلك كابر كينو دحرايك ك نعم يغفر لك ذنوب كلها صغائرها وكبائرها هذا المغفرة وأما أرحمني فهو طلب الرحمة رحمني كتب لك لك عن ربي اللهم اغفر لي وارحمني عز وجل التي بها حصول المطلوب وبالمغفرة زوال المهروب زين كلتا زين كن فلتاني قبعنا مغفرة
كابت فرحو نجر متراف كيركبني كيهلكني تتفرحو نجر كي كونه مزترف مغفرة يسو تتفرحو نجر ورحمة جن تتدليو نجر مستركب تردينا the difference ناتو مغفرة تتفرحو نجر يا الله كم زغير لكم زي انا قرب لنا نخون جهنم جهنم نخيتاتو بالدنيا رحمة كي تركب ازي مغفرة انت يقبرو كابر يقبرو الرحمن يا رب خاني تندليون انت يقبرنا يصل الى المطلوب مثلا الجنة ساعة الرزق زغلو زنتاي الرحمة هذا إذا جمع بينهما وأما إذا فرقت المغفرة عن الرحمة فإن كل واحدة منها تشمل الأخرى ولهذا نظائر في اللغة العربية فالفقير والمسكين انتدى المغفرة ورحمة انتدى بحادة متين القرآن يعني تعني بحادة معنى زمتس مالت تدليو مركب ودحار كأني تتفرهو كأني انت مخان كاب تفرحو نجر متراف انت دا بب بين المتين جن كم زبلنا يوم مغفرة يتزنبنات كان تايت مخون مكل خان وترحمة كأني تدليو نجر الله سبحانه وتعالى تدليو كهبكا أب قرآن كم زعينت بزح متيلو أمانجو مسكين والفقير مسكين والفقير تديفرنس ناتو بحال انت دا متيو أب قرآن يعني بزح ديفرنس يبلون أمانجو مسكينين فقيرين ببينا انت دا متين فقير نبينو مسكين نبينو جن يختلف فهمنا انتهى يبلو اللغة العربية انتهى يبلو إذا ذكر جمعا سار لكل واحد منهما معنى وإذا فرد أحدهما عن الآخر سار معنهما واحد يعني إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا انتدى بحاله خوينا انتهى لهم يعني إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا ببينا نكونا كلها انتهى يخونا له نناتن منين يهبا نعم المسكين والفقير فقير انت دا اصلا بزح ديفرنس يبلون زو بالماجوريتي اللغه جن ديتيلز كبلو كلو مسكين فقير يحايش كان مسكين يبلو قال يوم كان مسكين يعني ديبليكيتد عيناي مسكين عيناي فقير قال يوم قوت ناتو زي ركب معالتين تاشمون فقير بهال وتمسكين جن زلويو نتي زاخلو زبل المهم انتايو بلغة عربية تي زلو الرحمة والمغفرة إلكا دعاء قبرلو أبسلاتنا الرحمة تدليو نجر الله سبحانه وتعالى انتاي مزقبرلك مزهبك المغفرة فاني قبت تفوره نجر انتاي مزقبرك مز دكالا خلالك وأما قوله إذا ودينا إن شاء الله نبلنا وأما قوله ارزقني فهو طلب الرزق ولكن هو الرزق هو هل هو ما يقوم به البدن أو ما يقوم به الدين اللهم ارزقني قبلن كله أبتي دعاء نقبرن كلنا رزق انتايو ناي دين رزق ناي دين دي ولا ناي بدني ناي بدن كنبلن كلنا زبلا عد ستي أبدين كون كله قاني كاب حمامات كاب علم قبل بخاء رزق علم خونك هذا علم رزق ينبعله سلازي ارزقني يقول كلاهما يعني رزق الله عز وجل ما يقوم به البدن من الطعام والشراب اللهم ارزقني رب سبحانه وتعالى انتهيك بك زبل عد ستي دخدن وما يقوم به الدين من العلم وإيمان وعمل الصالح أيضا يدخل إيش في الرزق أيضا يدخل إيش في الرزق والإنسان ينبغي له أن يعود نفسه على استحضار هذه المعاني العظيمة حتى يخرج منتفعا إذا قلوا زي أبسلات كلنا أنت أذكرنا يوم اللهم اغفر لي خنبلن كلنا اللهم ارحمني خنبلن كلنا اللهم ارزقني خنبلن كلنا اللهم إيش اجبرني
اجبرني مثلا اجبرني خاني استسبره متصقان مالتي استسبره متصقان استسبر كايو لبخا استودئ اذا خسر كايو بزح زي نجار كلونا يخيل اذا حاجه حمشت وقت نقبري ولكن كم ز عينه زي غيرنا انت صلاتنا سجيرنا الساعه تاع الصلاه روح دولوا تكون مالتي تاع صلاه روح دولوا تكون اذا كله زي اندا ذكرنا مسن سجدي مالتي سلازي يقول ان الدعاء منسوب في هذا المكان دعائي سلازي الدعاء انتي نقبر اتنكرنا نقبر سلازي ابزي اب مونغو سجدتين دلو ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي انت داعي لنا يا اخلنا ربي اغفر لي وارحمني وعافيني وارزقني واجبرني انت داعي لنا خا ويكلتيو انت داعي لنا خا زين تايو جاءت السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نكتفي ان شاء الله حتى نتعلمنا مسألة ان شاء الله حتى تاتكم قبلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا علما نافعا ويرزقنا علما العمل والإخلاص فيه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.